Hello Prep 2 students. وصلنا لليسن 3 هنتكلم فيه عن الانترنال انرجي والتمبريتشر. في الأول كده خليني أقول لكم على حاجة. لو أنا جيت النهاردة قلت لكم هنتكلم يا شباب عن كوكب الأرض، فالأرض دي بتعتبر as system. أو لو مثلا جيت قلت لكم هنتكلم عن الهيومن بودي، فجسم الإنسان النهاردة ده بيعتبر برضو system. أو لو مثلا جيت أتكلم عن الماتر زي ما هنعمل النهاردة كده، الماتر is considered as a system حتى لو الستيت بتاعتها اتغيرت من solid لليكويد أو جاز. إيه ده يا مس؟ كل الحاجات دي كده اسمها system؟ هو إيه السيستم ده؟ قال لي system is any part of universe that is under study. أي حاجة هنبدأ نشاور عليها ونبدأ نحطها تحت الدراسة ونبدأ نتكلم عنها هنسميها system. السيستم ده بيفصله عن السراوندينجز اللي موجودة حواليه حاجة اسمها باوندري. يبقى الباوندري ده هو الحاجة اللي بتسيباريت أو بتفصل ما بين السيستم والسراوندينج. تعالوا كده نبص على الثلاث صور اللي قدامنا دول. هل ينفع أقول إن الصورة الأولانية دي سيستم؟ أنا شايف إن ده سيستم أهو، في هنا جوه ماتر اللي هي المية أو الليكويد اللي موجود جوه ده، وفي باوندري وفي سراوندينج، يبقى على طول ده سيستم. طب ينفع الصورة التانية نقول عليها سيستم؟ برضو ينفع. طب ينفع الصورة التالتة نقول عليها سيستم؟ أيوة يا ميس ينفع، التلات صور دول ينفع يكونوا سيستم. طب تفتكر كده بمجرد النظر هل هم شبه بعض؟ لا، يبقى أنا كده عندي 3 أنواع أو 3 types of system. تعالوا نتعرف عليهم. لو جيت سألتك وقلتلك هل ينفع السيستم ده يجين thermal energy؟ ينفع، زي ما حاطينه كده على النار، يبقى الثيرمال انرجي أو الهيت انرجي والترانسفير to the system. طيب بعد ما يسخن لو شلته من على النار هل ينفع يعمل لوز، هو نفسه يلوز الثيرمال انرجي اللي عمل لها جين من شويه دي؟ برضو ينفع، مفيش مشكله. يبقى السيستم الاولاني ده حصل ما بينه وما بين السراوندينج اكستشينج في الانرجي. السؤال التاني، هل ينفع السيستم ده الماتر اللي موجوده جواه تزيد او تقل؟ بمعنى بعد ما يحصل بويلنج ويحصل ايفابوريت للليكويد ده ويتحول لجاز، يبقى كده الماتر اتنقلت من السيستم للسراوندينج. او ان احنا نضيف له برضو جزء من الماتر، نزود عليه ميه مثلا، هل ينفع يحصل اكستشينج في الماتر؟ يا ميس ينفع يحصل اكستشينج في الماتر. اول ما نلاقي ان في اكستشينج in both energy and matter نسمي السيستم ده على طول an open system. لو رحنا للصورة التانية، هل ينفع السيستم ده يحصل ما بينه وما بين السراوندينج اكستشينج في الانرجي؟ عادي، انا شايفه اهو ان هو طالع من الفريزر، فالثيرمال انرجي او الهيت انرجي بالترانسفير من السراوندينج للسيستم. او العكس، لو دخلنا الكان دي الثلاجه او الفريزر هتبدا تلوز ثيرمال انرجي، فممكن يحصل اكستشينج في الانرجي عادي، مفيش مشكله. طب السؤال التاني بقى، هل ينفع يحصل اكستشينج في الماتر ما بين السيستم ده والسراوندينج؟ يعني شايفين الدروبلتس اللي اتكونت دي؟ هل ينفع تضاف أو تبقى موجودة جوه الليكويد اللي جوه الكان دي؟ لا، ما ينفعش. طب ينفع في حاجات من جوه السيستم تتحرك، ماتر طبعا، تتحرك من جوه السيستم لبره؟ لا برضو ما ينفعش. هنا نلاحظ ان السيستم ده only energy is exchanged with the surroundings while matter is not exchanged. في الحالة دي السيستم ده بنسميه closed system. طب تعالوا نروح للصورة الثالثة. هل ينفع لو خدت الثيرموس اللي قدامي ده اللي احنا بنسميه ترمس يعني، او الثيرمال مج، وحطيته على النار، هل الانرجي هترانسفير تو ذا سيستم؟ قال لي لا ما ينفعش يا ميس يحصل اكستشينج في الانرجي، لا تو ذا سيستم ولا فروم ذا سيستم. السؤال التاني، ينفع يحصل اكستشينج للماتر؟ قال لي لا برضو، لان هو مقفول. يبقى النوع التالت من السيستم مش هنسميه كلوزد بقى، هنسميه ايزوليتد سيستم. والفرق ما بين الايزوليتد والكلوزد ان الكلوزد بيحصل اكستشينج في الانرجي، لكن الايزوليتد neither energy nor matter is exchanged with the surroundings. يبقى انا كده يا شباب عندي 3 types of systems اللي هم open system، closed system، و isolated system. والفرق ما بينهم هم الثلاثه ان الاوبن بيحصل فيه exchange in both energy and matter with surroundings. الclosed only energy is exchanged لكن مش بيحصل exchange في الماتر. والايزوليتد مش بيحصل في exchange ولا في الانرجي ولا في الماتر. يبقى لو رجعنا تاني للديفينيشن بتاع السيستم هنقول system is any part of the universe that is under study
where changes in energy and matter are observed. According to the particle theory of matter اللي اتكلمنا عنها في أول درس خالص، السيستم composed of particles. أكيد يعني الماتر اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي سواء كانت solid أو liquid أو gas بتتكون من particles. كل particle من البارتيكلز دي عنده kinetic energy وعنده potential energy. يعني لو جينا نبص على السوليد والليكويد والجاز زي ما احنا شايفين كده وجيت compare between them according to the difference in kinetic energy and potential energy. أولاً كلمة kinetic energy دي مرتبطة بالموشن أو بالموفمنت. لو جيت أبص على الكينيتيك energy بتاعت الحاجات السوليدز، هل هي بتكون high ولا low؟ لا، بتكون low، لأن الموفمنت أصلاً بتبقى limited only vibrating around its positions. يعني البارتيكلز بس بتفايبريت في مكانها، فالكينيتيك energy بتاعت السوليدز بتكون إيه؟ very small أو limited. لو بصينا للليكويدز الكينيتيك energy بيحصل لها إيه؟ relatively free، لأن البارتيكلز عندها شوية سبيسز فبتقدر تتحرك أكتر شوية من السوليدز. طب بالنسبة للجاز بقى هنلاقي إن الكينيتيك انرجي بتاعتها very high، عالية جدا، لأن البارتيكلز بتتحرك completely free. طيب لو جيت compare according to potential energy، أنا أربط البوتنشال انرجي بإيه عشان أقدر أعرف هي high ولا low ولا intermediate؟ يعني هعرفها إزاي؟ ركز معايا بقى. البوتنشال انرجي دايما تربطها بالاتراكشن فورس بتوين بارتيكلز. يعني كل ما الاتراكشن فورس زادت اعرف ان البوتنشال انرجي هنا عاليه جدا. يبقى طبعا في السوليدز البوتنشال انرجي بتبقى ماكسيمم، اعلى حاجه خالص. ليه؟ لان الاتراكشن فورس ما بين البارتيكلز بتكون very strong، وده بيأثر على السبيسز among particles فبتلاقيها very small. لكن لو رحنا للليكويد الاتراكشن فورس بتكون اقل من السوليدز، علشان كده لو جينا نوصف البوتنشال انرجي اوف ليكويدز هنقول انها intermediate، يعني نص نص، متوسطه. اما في الجاز لما نيجي نبص على البوتنشال انرجي هنعرف ان هو almost not exist، المفيش، قليل جدا جدا جدا. ليه؟ علشان اصلا الاتراكشن فورس قليل جدا ما بين البارتيكلز وبعضها. يبقى أنا عرفت كده إن كل بارتيكل من البارتيكلز اللي بتكون الماتر اللي هو السيستم اللي بنتكلم عنه النهاردة ده، كل بارتيكل عنده kinetic energy و potential energy. أنا النهاردة بقى جاية أقول لكم إن ال summation of both kinetic energy and potential energy هيديني حاجة اسمها internal energy. يبقى مين هي ال internal energy؟ هي ال sum of both potential energy and kinetic energy. يعني لو جمعت البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي بتاعه السيستم اللي قدامي ده، يبقى انا كده بجيب حاجه او بتكلم عن حاجه اسمها internal energy of system. طيب ايه علاقه ده بالتمبريتشر؟ التمبريتشر يا شباب هي just a description of how hot or cold the system is. مجرد وصف كده بوصف بيه الحاجه دي، هو ده اللي بتقدر تعمله لي التمبريتشر. طب بنحسبه ازاي؟ يعني ازاي اقدر احسب التمبريتشر دي؟ ركزوا معايا قوي في الكلام اللي هيتقال دلوقتي عشان مهم في حل الاسئله. التمبريتشر النهارده هي الافريج كينيتيك انرجي اوف ذا بارتيكلز. هي ايه كلمه افريج دي؟ تعالوا نحكي قصه. دلوقتي انا مدرسه ساينس بدرس في المدرسه كلاس A وكلاس B. انا لما اعمل امتحان ويبقى معايا درجات الفصلين دول، هنفترض مع بعض ان الطلبه اللي في كلاس A كلهم جابوا الفول مارك. يبقى لما يجي حد يقول لي هو كلاس ايه عمل ايه في درجات الامتحان، هقول له كلهم ممتازين. طب دي سهلة ما فيهاش اي مشكلة. لكن لو رحت لكلاس بي هلاقي فيه ان في طلبة جابت الفول مارك، وفي طلبة جابت درجات وحشة جدا وقليلة، وفي ناس نص نص. دلوقتي انا لما يجي حد يسألني عن مستوى الطلبة دول اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ ينفع اقول له الطلبة دول ممتازين جدا؟ لا، ما ينفعش، علشان هو في طلبة مش ممتازين. طيب ينفع أقول إن طلبة كلاس بي دول كلهم وحشين جدا؟ لا، ما ينفعش، عشان هم فيهم ممتازين. طب أعمل إيه؟ بنجيب حاجة اسمها average. الافريج ده هو total over number. total إيه؟ total الدرجات بتاعة الطلبة بتوع الفصل ده. هجمع كل الدرجات بتاعتهم وأقسمها على عددهم، فهيطلع لي الافريج بتاع امتحان الساينس للكلاس ده. نقول بقى الكلام تاني. الافريج حاجة من الاتنين،
لو في الحالة الأولانية كل الطلبة جايبين زي بعض، يعني نطبق ده بقى على الكلام بتاعنا في الدرس، إن الكينيتيك انرجي بتاعت كل البارتيكلز ار ايكوال. لما يجي حد يسألني عن التمبريتشر، فالتمبريتشر في الحالة دي أو الافريج كينيتيك انرجي في الحالة دي equal to the kinetic energy of single particle. إمتى؟ إيه الشرط بتاعي؟ if the kinetic energies of all particles are equal. سهلة دي، ما فيهاش أي مشكلة، زي كلاس A. طب لو أنا في الحالة التانية بقى إن أصلا ال particles of the same system are not equal in their kinetic energy. إيه ده يا مس؟ هو أصلا الموضوع ده is it possible؟ يعني ممكن أصلا في نفس الكوباية الووتر موليكيولز ما تكونش كلها نفس الكينيتيك انرجي؟ هقولك طبعا بمنتهى البساطة. تخيل لو أنا جبت كوباية أو حلة على النار، فالكينيتيك انرجي بتاعت الموليكيولز اللي موجودة تحت اللي هي لسه بتسخن بالنسبة للكينيتيك انرجي بتاعت الموليكيولز اللي على السيرفس، بدليل ان انت لو حطيت حتى ايدك كده وجيت تحط ايدك في المية وهي انت لسه حاططها على النار، مش هتحس ان هي سخنة، لان الكينيتيك انرجي بتاعت الموليكيولز اللي فوق مختلفة عن اللي تحت. ففي الحالة دي التمبريتشر هتعبر عن مين فيهم؟ هتعبر عن الافريج. طب ونجيب الافريج ده ازاي؟ بنجيب التوتال كينيتيك انرجي اوف اول بارتيكلز وبنعمله ديفايد على النمبر اوف بارتيكلز. كده احنا فهمنا النهارده ان كلمة temperature مرتبطة ارتباط شديد جدا بكلمة average kinetic energy. نقدر نتوقع ان اي زيادة في الكينيتيك انرجي بتاعت البارتيكلز اكيد هتزود التمبريتشر. عشان كده الهوت ووتر بارتيكلز عندها average kinetic energy اعلى من الكولد ووتر بارتيكلز. ممكن يجيلي هنا سؤال ويقول لي give reason. ليه التمبريتشر هي الميجر of average kinetic energy of particles not to the kinetic energy؟ يعني كلمة average دي مهمة جدا. لو جه حد قال لي مش مشكلة كلمة average، يعني أنا هشيلها من دماغي كده وهقول إن هي الكينيتيك energy، هنقول له لأ ثانية واحدة، إحنا لسه دلوقتي قايلين إن ممكن الكينيتيك energy differ from particle to another of the same substance أو the same system. في نفس السيستم ممكن ما يبقوش كل الكينيتيك انرجيز قد بعض، وفي الحالة دي ما ينفعش خالص أقول إن التمبريتشر هي الكينيتيك انرجي، ولكن لازم نحط كلمة average. تعالوا كده نحل السؤال ده مع بعض. Two containers containing two different masses of water at the same temperature. بصوا كويس كده للصورتين، هما differ in the mass لكن they have the same temperature. خلي بالنا من الكلمة دي. Mark true for the property they have in common. يعني هنعمل علامة صح قدام البروبرتي اللي عندهم هما الاتنين زي بعض، يعني common ما بينهم هما الاتنين. أول حاجة بيقول لي number of particles. هل عدد البارتيكلز في الكونتينر الأولاني قد عدد البارتيكلز في الكونتينر التاني؟ لا طبعا، يبقى هنعمل غلط. Number 2 average kinetic energy of particles. هل الافريج كينيتيك انرجي بتاعت كونتينر 1 و 2 زي بعض؟ حد هيبص كده عليهم هما الاتنين يقول لي هنا اكتر من هنا، اقول له لا 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 لا، احاسب. هي الافريج كينيتيك انرجي اللي احنا عمالين نقول فيها بقالنا كتير قوي دي لسه قايلين ان ده معنى كلمة ايه؟ معنى كلمة temperature. طب اطلع معايا كده فوق شوف مكتوب ايه؟ at the same temperature. ملناش دعوة بقى الماس بتاعتهم قد ايه، المهم ان هو مديني معلومة ان الاتنين عندهم نفس التمبريتشر. يعني لو جبت ثرمومتر هنا وثرمومتر هنا هلاقي نفس التمبريتشر، والله هو اللي بيقول لي يبقى ده معناه ان الافريج كينيتيك انرجي بتاعت البارتيكلز هنا قد هنا، يبقى هنعمل علامة ترو او علامة صح قدام البروبرتي التانية لان هما الاتنين زي بعض. نيجي بقى لرقم 3 وعايزاكم تركزوا فيها معايا قوي. نمبر 3 بيسأل عن الانترنال انرجي. احنا لسه قايلين دلوقتي ان الانترنال انرجي هي السمشن اوف both potential energy and kinetic energy، صح؟ طيب انا دلوقتي لما يبقى عندي فصل فيه 20 طالب وفصل تاني فيه 40 طالب، وده الفرق ما بين كونتينر 1 وكونتينر 2، حد هيقول لي طب ما التمبريتشر هي الانترنال انرجي؟ هقول له لا، التمبريتشر هي الافريج كينيتيك انرجي، لكن الانترنال انرجي بتعتمد على الماس او النمبر، خلينا دقيقين شويه، بتعتمد على النمبر اوف بارتيكلز. فعدد البارتيكلز في كونتينر 2 اكبر من كونتينر 1، فلما نيجي نجمع البوتنشال والكينيتيك انرجي بتاعه كونتينر 2 اكيد هتطلع اكتر من كونتينر 1. طب وايه الفرق ما بينهم؟ الفرق في الماس او في النمبر اوف بارتيكلز.
من الآخر يعني ال internal energy في container 1 و 2 is not considered as a common property between them، فمش هنعمل علامة right على number 3، هنعمل X. هنتكلم دلوقتي عن ال factors affecting the change in temperature of objects. كلنا عارفين إن when heat transfer from or to an object can be indicated from the change in its temperature. لو أنا معايا كوباية فيها مية وكانت التمبريتشر في الأول عالية وبدأت التمبريتشر دي تقل، يبقى على طول أنا هبقى فاهم إن الهيت بيحصل لها transfer from the object أو from the system. لكن لو حصل العكس ولقيت التمبريتشر بتزيد، فده معناه إن الهيت بيحصل لها transfer to the system. هنعمل 3 تجارب عشان نطلع منهم ال3 نقط اللي عايزين نتكلم عنهم. التجربة الأولانية إن إحنا هنجيب 2 beakers ونحط فيهم different masses of water، هنستخدم thermometer وهنستخدم flame وهنستخدم كمان stopwatch. هنعمل إيه؟ هنسخن ال 2 beakers for the same period of time. give reason. وانت هتسخنيهم نفس المدة ليه؟ to make sure that both gain same quantity of thermal energy. أنا عايزة أتأكد إن شوية الحرارة اللي اتنقلوا من النار اللي مولعة تحت دي لبيكر A هم بالظبط قد شوية الحرارة اللي اتنقلوا لبيكر B. هنبدأ نلاحظ إيه في الثرمومتر؟ هنلاقي إن التمبريتشر في بيكر B اترفعت أسرع أو درجة الحرارة عليت أكتر من بيكر A. طب يا ترى إيه السبب في ده؟ هو إيه الفرق ما بينهم يا شباب؟ الفرق ما بينهم في الماس، يبقى by increasing the mass the change in the temperature decrease. كل ما الماس بتزيد زي ما حصل في بيكر A كل ما اللي تشينج في التمبريتشر كان قليل، والعكس بالعكس صحيح. كل ما الماس قلت كل ما اللي تشينج في التمبريتشر كان عالي. طب يا ترى الموضوع ده حصل ليه؟ قال لي بالرغم من ان ال both beakers gain the same quantity of thermal energy، لكن نقدر نلاحظ ان شوية الانرجي اللي راحوا البيكر ايه اتوزعوا على عدد كبير من البارتيكلز، علشان كده اللي تشينج في التمبريتشر كان قليل. ولكن لما نفس كمية الثيرمال انرجي راحت لبيكر بي اتوزعت على عدد اقل، عشان كده حصل تشينج في التمبريتشر اكتر. والموضوع ده depending on the mass of substance، و this is the first factor affecting the change in the temperature of object. تعالوا نروح للتجربة التانية. برضو هنجيب 2 beakers، لكن المرة دي we will use equal masses of water and oil. يبقى أنا هنا استخدمت نفس الماس لكن غيرت السبستنس. طب دي حاجة أنا مش هعرف أتوقعها، يا ترى مين اللي هيسخن الأول، الزيت ولا المية؟ هقولك بمنتهى البساطة، هات طاستين في البيت عندك، حط كوباية زيت في الأولانية وحط كوباية مية في التانية، وحط هنا شوية بطاطس في الزيت وشوية بطاطس في المية. قولي مين فيهم هتستوي أسرع؟ البطاطس المحمرة اللي بتبقى جوه الزيت، أكيد الزيت بيسخن أكتر من المية. طب الموضوع ده بقى ليه علاقة بإيه؟ لا، ما هو ملوش علاقة بالماس، عشان احنا استخدمنا نفس الماس في الووتر وفي الأويل. يبقى الموضوع ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بحاجة جديدة هندرسها مع بعض السنة دي اسمها specific heat. اسمها ايه؟ specific heat. قال لي ان دي حاجة مميزة للسبستنس. كل سبستنس موجودة حوالينا ليها specific heat مختلفة عن السبستنس التانية. ايوه يا ميس، ما هو انا اصلا مش فاهم يعني ايه specific heat دي. specific heat هي ال quantity of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. نقوله تاني، ايه هي السبيسيفيك هيت؟ هي شوية الحرارة اللي محتاج ارفع بيهم درجة حرارة اي حاجة في الدنيا، اي مادة موجودة حوالينا، بس عندي شرطين. لازم يكون عندي 1 كيلوغرام من المادة دي وارفع درجة حرارتها درجة واحدة بس سيلزيوس. طب وانا هحسب الحاجات دي ازاي؟ لا، انت مش هتحسب ولا حاجه، هم العلماء قاموا بالواجب ده وجابوا لنا تيبل كده وقالوا لنا بصوا يا جماعه، ده كده السبيسيفيك هيت بتاع الديفرنت سبستانسز موجوده حوالينا. طيب انا برضو مش فاهم هي الارقام دي معناها ايه. تعالي كده خليني اسالك سؤال، مين اكبر رقم فيهم؟ اكبر رقم فيهم بتاع الووتر. طب الرقم الكبير ده معناه ايه؟ معناه ان الووتر بتحتاج very large amount of thermal energy. مقدارها قد ايه يعني؟ 4180 تقريبا الرقم اللي قدامنا ده،
علشان ايه؟ عشان التمبريتشر تترفع درجة واحدة بس. يا نهار ابيض، ده كده معناه ايه؟ معناه ان التشينج في التمبريتشر عند الووتر بيبقى قليل جدا. خلي بالنا من الحتة دي عشان مهم جدا تفهموها. اللي هو ايه تاني؟ كل ما زادت السبيسيفيك هيت بتاعت السبستانس كل ما التشينج في التمبريتشر كان بتاعها قليل. عشان كده لما يجي يسألني ويقول لي في الاكسبيرمنت اللي احنا لسه عاملينها دي ليه التشينج في التمبريتشر في الاويل بيبقى greater than water، هنقوله because specific heat of oil is lower than specific heat of water. علشان كده التشينج في الاويل كان اعلى من التشينج في الووتر. طب لو سألني وقال لي what's meant by specific heat of iron is 450 joule per kilogram Celsius. This means that the quantity of thermal energy needed to increase 1 kilogram of iron 1 degree Celsius equals 440 joules. خلي بالنا بس من الميجرنج يونت بتاعت السبيسيفيك هيت ان فيها جول، ودي الاماونت اللي بتكتب جنب الرقم، وفيها كيلو جرام اللي هو 1 كيلو جرام اللي بنحتاجه من السبستانس، وفيها ديجري سيلزيوس اللي احنا المقدار بتاع التمبريتشر اللي احنا محتاجين نرفعه. تعالوا اقول لكم على حاجه بره المنهج كده عندنا مع بعض على جنب. دلوقتي احنا في الصيف لما بنروح البحر ودرجه الحراره عاليه جدا، حضرتك وانت ماشي على الرمل بتبقى بتتلسوع على ان الارض او الرمل بتبقى سخنه جدا، واول ما تحط رجلك في الميه تلاقي الميه بارده وجميله كده، مع ان سبحان الله يعني الشمس عموديه عليهم هما الاثنين، يعني هما الاثنين متعرضين لنفس كميه الحراره بتاعه الشمس، ولكن ارتفاع السبيسيفيك هيت بتاع الووتر بيخليها محتاجه ثيرمال انرجي كتير قوي عشان نلاحظ التشينج في التمبريتشر. ودي من رحمه ربنا طبعا ان الووتر يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتها عاليه، والا الميه دي كانت هتبقى بتغلي كل يوم وتتبخر وكده شكرا خلاص. فالمية البحر بتفضل طول النهار تأبزورب very large quantities of thermal energy without significant change in the temperature. والعكس بالليل، لو جيت حضرتك ماشي على الرمل ده بالليل خلاص الشمس مشيت كده وحطت رجلك على الرمل بالليل تلاقي الرمل ده ساقع، لكن لو حطيت رجلك في المية تلاقيها دافية. ليه؟ لأن الاماونت اوف ثيرمال انرجي اللي هي فضلت تعمل ليه جين طول النهار ده هي زي ما عملت له جين سلولي هي كمان بتلوز الثيرمال انرجي دي سلولي. ودي حاجه كده كانت على جنب بس عشان نفهم هي السبيسيفيك هيت بتاعه الووتر عاليه قوي كده ليه. طبعا يا شباب في كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز دي احنا محتاجين نتكلم عن 3 حاجات. 3 حاجات دول اتكلمنا عنهم السنه اللي فاتت، حاجه اسمها الاندبندنت فاريبل، وتاني حاجه اسمها ديبندنت فاريبل، وتالت حاجه اسمها كنترولد فاريبل. ايه الفرق ما بينهم؟ دايما الاندبندنت هي الحاجة اللي بنغيرها بمزاجنا، دي اسمها independent variable. طب مين شاطر يقول لي الاندبندنت variable في التجربة بتاعتنا دي دلوقتي هو مين او هو ايه؟ type of substance، ان هي دي الحاجة المتغيرة. نروح للديبندنت variable، دي الحاجة اللي بنقيسها، الحاجة اللي احنا عينينا بتشوفها dependent، يعني ايه اللي حصل بقى؟ فاللي حصل هو تشينج في التمبريتشر، هي دي الحاجة الديبندنت. طب الكنترولد دي هي الحاجات اللي ما اتغيرتش طول التجربة، زي مثلا الماس بتاعت الاويل والووتر احنا استخدمناهم قد بعض من الاول، زي مثلا الكوانتيتي اوف هيت يعني الاماونت اوف ثيرمال انرجي اللي حصل لها جيند باي سبستانس سواء كانت الاويل او الووتر، فالكوانتيتي دي كانت ثابته فيهم هما الاثنين. من اللايف ابليكيشن اللي ليه علاقه بالهاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر ان احنا بنستخدم حاجه اسمها رادياتر، ورادياتر ده اللي بيقول عليه بالعربي يعني الرادياتير اللي موجود في العربيات. طب ده بيعمل ايه؟ ده الفانكشن بتاعته to protect the car engine from damage، ده بيحافظ على الانجن بتاع العربية من انه يحصل له damage. ايوه برضو بيعمل ايه يعني؟ قال لي استخدمنا الفكرة بتاعت ان الووتر is the best cooling liquid، هو اكتر ليكويد نقدر نستخدمه عشان يعمل كولينج. ليه؟ because it's high specific heat as it absorbs large quantities of thermal energy without significant increase in the temperature. الجملة اللي لسه قايلينها مع بعض دلوقتي ان المية عندها القدرة انها تعمل absorb large quantities من الهيت من غير ما يتغير درجة حرارتها تغير ملحوظ وكامل. عشان كده بنستخدم الووتر in cooling system connected to car engine في device كده او في جهاز اسمه radiator،
والراديتور ده تاني بيعمل بروتكت للكار انجن فروم دامج. نرجع كده تاني نبص على التيبل اللي فيه specific heat لديفرنت ماتر. هنلاحظ حاجة غريبة جدا، انه جايب لي specific heat للايس مختلفة عن specific heat of water، بالرغم من ان الاتنين are the same substance اللي هي المية، لكن واحد فيهم موجود في الليكويد ستيت والتاني موجود في السوليد ستيت. فكمان اختلاف الفيزيكال ستيت اوف ماتر من الفاكتورز affecting on the change in temperature. لو جينا للتجربة الأخيرة وجبنا 2 بيكرز وحطينا فيهم same quantities من الووتر ونفس السبستانس اللي هي المية، لكن غيرنا الفيزيكال ستيت، حطينا في واحد ووتر ليكويد ستيت والتاني حطينا فيه ايس، هنلاحظ ان التشينج في التمبريتشر في حالة الايس بتكون greater than change in temperature في حالة الليكويد. طب والموضوع ده ليه علاقة بإيه؟ نفس الإجابة بالظبط، لأن specific heat of ice lower than specific heat of water. طب لو جينا نطبق الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم اللي هما independent variable والdependent والcontrolled، هنلاقي ان independent احنا قلنا ان هي الحاجة اللي احنا بنغيرها، اللي هي ايه؟ اللي هي physical state of matter. طب والdependent factor هو مين؟ هو change in temperature، دي الحاجة اللي بنقيسها وعايزين نشوف اتغيرت فيها ايه. طب والcontrolled الماس والamount of thermal energy. كده يبقى خلصنا مع بعض lesson 3. استنوني إن شاء الله في lesson 4.